وذات يوم أيضا أتذكر وأنا طالب في الجامعة الإسلامية حفظها الله وحفظ القائمين بها، كان طالب سبحان الله يعني يعيش مع جار له. نظام السكن في الجامعة الإسلامية نظام غرفة تقريبا 8 أمتار في 4 أمتار، غرفة كبيرة. وهذه الغرفة الشباب غفر الله لهم قسموها من خلال الدواليب والشراشف إلى أقسامها، تأخذ 6 طلاب. فأنت تدخل ما تجد الباب يعني الغرفة مقسمة بالدواليب وكذا وعليها شراشف. فمع الأسف لم تكن الجامعة تقصد هذا الموضوع، كانت تقصد أن يكون هناك الأسرة مفتوحة على بعض، وأن تكون الدواليب على الجدران حتى يكون هناك يعني اختلاط وتعاون. المهم كان هذا الوضع على كل حال. فأحد الطلاب في أيام الاختبارات مرض، فقام أخاه وجاره بتمريضه وبات تلك الليلة معه في المشفى، ولم يراجع ولم يذاكر. وفي أثناء المشفى غفى غفوة فرأى ورقة الاختبارات. أي والله يا أخواني، رأى ورقة الاختبار وأسئلة الاختبار في المنام كما هي. فسبحان الله استيقظ فقال: ما هذا؟ هذه ورقة الأسئلة، عجبا. فذهب وذاكر في خلال ساعة نصف ساعة تلك الأسئلة التي وردت في الاختبار. ذهب إلى قاعة الاختبار، فسبحان الله الذي يفعل ما يشاء ويعلم الغيب ويعلم السر وأخفى، فإذا بالورقة التي رآها في المنام هي نفسها التي هي الآن بين يديه في القاعة. فأجاب على الأسئلة كاملة وخرج من الاختبار ناجحا. وكان هذه بركة وتوفيق من الله، لأنه وقف مع أخيه. كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.